السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القلب للقلب، كلمة تهدي، دعوة تداوي، ورسالة توصلك للنور، مع بعض في طريق الإيمان والحب والتربية الصالحة. أهلا بيكي في رحلتنا الروحية. ربنا دايما بيحب الإنسان اللحوح. في ناس كتير بتفتكر إن لما يلحوا في الدعاء أو الطلب من ربنا إنهم كده مزعجين أو بيطلبوا كتير، لكن تعالى شوف، ربنا ما بيزعلش، ده بالعكس بيحب الإنسان اللحوح. معنى كلمة إنسان لحوح، الإنسان اللحوح هو اللي مش بيزهق من الدعاء، هو اللي بيطلب نفس الطلب مرة واتنين وعشرة ومية، هو اللي قلبه متعلق، مش بيقول دعيته ما تحققش، لا، بيقول مادام في ربنا موجود أنا مش هبطل أدعي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل بقول دعوت فلم يستجب لي. يعني اللي بيستعجل هو اللي ممكن يضيع على نفسه الخير الكبير. ربنا بيحبك وانت بتدعي، بيحبك وانت رافع ايدك كل يوم، بيحبك وانت بتعيط وبتقول يا رب. تعال اسمع ربنا بيقول ايه: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. يعني مش بس سماع، ده وعد بالاستجابة. ربنا بيقول في الحديث: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على أتقى قلب رجل واحد فطلب كل واحد مسألته ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يعني ربنا عنده كنوز لا تنفذ، وانت خايف تكرر الدعاء، انك تطلب وتلح على ربنا في طلب عمره ما بيروح، بل بالعكس ده دليل على إيمانك وعلى تمسكك بربنا. كل ما تلح ربنا يقرب، وكل ما تضعف وترجع ربنا يفرح برجوعك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. فلو عندك حاجة ما تزهقش، ولو بتدعي بقلبك ولسه ما جاتش ما تيأسش، كرر الدعاء وألح وأكد على الطلب. ربنا مش بيميل ولا بينسى ولا بيتأخر إلا لحكمة. افضل ورا باب ربنا وما تفتحش باب غيره. افتكر دايما ربنا بيحب الإنسان اللحوح. لو الكلمة دي لمست قلبك شاركيها مع اللي بتحبيهم، يمكن نكون سبب في هداية، سكينة أو تغيير شخص. ولو لسه عندك سؤال أو أي حاجة نحكي عنها اكتبيلي في التعليقات، أنا هنا ليكي دايما. ما تنسيش تعملي لايك واشتراك عشان نكمل سوا رحلتنا دي بإذن الله. كوني نور حتى في زمن العتمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.